السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شهوات بسيطة مع أم البنات. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت باش نقدم معكم وصفة من وصفات رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة. البليغات بالزنجلان. كنتمنى تعجبكم الوصفة، وما تنسونيش بلايك وتعليق واشتراك باش يوصلكم كل جديد. على بركة الله نبداو الوصفة. عندنا كيلو ديال الطحين، ممكن انك دير نصف المقادير. عندنا نص ربعه ديال الزبده، ونص كاس ديال زيت البلديه، ونحاولوا نحربلوا الطحين وندخلوا الزبده والزيت اللي فيه حتى يولي لنا الخليط بحال هكا. من بعد كنديروا واحد نص كيلو ديال الزنجلان، معلقه كبيره ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال النافع، طبعا مطحونين ومحمرين ومطحونين. الا الزنجلان ما تنطحنوش، كنخليوه هكاك باش كيجينا في الشكل ديال البليغه. كنخلطو مزيان. كنديروا جوج ديال الصفر ديال البيض، واحد زوج ديال الخمارات، وكندخلوا داك الصفر ديال البيض والخماره مزيان في الخليط. من بعد كنجمعوا بالمزهر الكميه الكافيه عنا. العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مطلوقه بزاف. ها هي العجينه ديالتي ما كتكونش قاصحه وما كتكونش خفيفه. تنخدمها مزيان. وتنقطعها باش نصنع منها كويرات على قد الخدمه اللي غنخدم بها انايا. ممكن انك ديري نصف الكميه، الا جاتك كميه كثيره ممكن انك ديري نصف الكميه. كنخليهم واحد شويه يرتاحوا. من بعد على سطح العمل كنرش شويه ديال الطحين، وكنحاول نطلق العجينه ديالي على السمك، ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش غليظ. من بعد ما كتلقي العجينه كتقطعيه مربعات، ممكن تقطعيه دائره انت شنو بغيتي. المهم انا عندي مربع، خديتها مربع، وبهذه الطريقه كنجمع الجناب ديالو وكنحاول نضغط عليهم مزيان باش ما يتحلوليش من نبدا نقليهم. الا كانت عندك العجينه مقاده غادي تجيك واقفه، الا كانت عندك العجينه مطلوقه شويه غادي ديك البليغه كتجي طايحه ما كتجيش واقفه. تنضغط مزيان في البلاصه اللي كنلاقيو فيها القناه. كنخليها ترتاح ما بين ما كنكمل العجينه ديالتي كامله وكنبدا نقلي فيها على في الزيت سخونه. كنحط البليغات ديالي، كنحط كميه كثيره، ماشي مشكل، واخا تحطي شي فوق شي ما كيطرى لها حتى شي حاجه، ما كتلصقش وما تيخسرش الشكل ديالها. ما كنحركهاش حتى كنشوفها شدات في راسها، وما كنحركها الا عندي شي عود او شي قطيب بحال هكا كنحرك به، ماشي بالفرشيطه.
ملي كنشوفوها تغير اللون ديالها يمكن لينا نستعملوا شي فرشيطه كبيره باش نبقاو نقلبوها. هنا خديت العسل، هنا العسل باقي بارد، حيت ملي كتستعمليه حاولي تستعمليه يكون بارد. من بعد ملي كتبقاي تحطي فيه المعسلات ديالك تيكونوا باقيين سخان هو تيطلقوا، ما تسخنيش باش المعسلات ديالك تيشربوا العسل. ملي كنحسوا بها انها دخل فيها العسل كامله كنهزها وكنصفيها فداك الكسكاس اللي حدايا. ها هي هنايا خليتها انها تشرب هاد العسل شويه صافي وكنصفيها. وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل العجينه ديالتي كامله. الشكل النهائي ديالها. كنتمنى ان الوصفه تكون عجباتكم وكنتمنى انكم تجربوها. هي كتجي اقتصاديه شويه على الشباكيه ولكن كنتمنى انها تعجبكم. وشكرا على المتابعه وشكرا حيت وصلتوا حتى لهنا كتشاهدوا الفيديو. السلام عليكم.